صباح الخير عليكم. يوم جميل، يوم جديد حضرنا له كويس قوي وجايبين افكار لذيذه جدا في برنامج اكله لذيذه. دايما بيتسأل لي سؤال كتير قوي قوي: انا رايح المصيف مش عارف اعمل ايه، انا هتخن، اكل ايه، ماكلش ايه. كل الحاجات دي اسئله بتدور في دماغنا، بالذات لو احنا بنمشي على نظام صحي مش بنبقى عارفين ناكل ايه او ما ناكلش ايه. طب نلخبط. طب انا دلوقتي في مكان فيه كذا مره بيقدم اكل، طب لو انا هروح وبجوع بنزل بسين بنزل بحر كتير، اعمل ايه يا ترى؟ الحل جبناه هنا في برنامج أكلة لذيذة. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل كم ساندوتشات كرنفال الساندوتشات. هنعمل ساندوتشز كتير جدا جدا بأفكار كتير قوي. مش بس كده، ده احنا كمان هندي أفكار لسناكس صحية، وكمان هنعمل ساندوتشات صحية نقول امتى ناكلها وناكلها ازاي. هتفتح لنا مدارك انه احنا نستمتع في المصيف ونستمتع اثناء الحر. ولو اي سيدة في البيت مش عايزة تطبخ هتقوم حالا تفتح تلاجتها هتلاقي كل اللي انا هقول عليه، حتى لو ساندوتش واحد تحضره ليها ولاولادها عشان ما تقفش في الحر. هنبتدي بايه النهارده؟ هنبتدي بفاهيتا الفراخ. ساندوتش سهل جدا جدا تحضيره، مش هياخد مننا 10 دقايق. طبعا المقادير اهي نزلت معانا، او المنيو بتاعتنا النهارده نزلت عندنا. هنعمل ساندوتشات فاهيتا فراخ، عندنا ساندوتش تونه، عندنا ساندوتش تركي شيدر، كمان عندنا ساندوتش طعميه لا غنى عنها، كمان ساندوتش بطاطس او بطاطس سوري، وعندنا عجة بيض بالبسطرمه. كل الحاجات اللي انا كاتباها دي اكلات صحيه 100%. المهم ان احنا لما نعملها نشوف هنعملها ازاي. يلا بينا نبتدي. اول حاجه هنسخن بس الوok بتاعتنا. اول حاجه طبعا اول صنف النهارده هنقدمه هيكون فاهيتا فراخ. يلا بينا. حاضر. هتنزل دلوقتي معانا على الشاشه مقادير فاهيتا الفراخ. حط بس الوok اهي. مقادير فاهيتا الفراخ زي ما حضراتكم شايفين: هنجيب فراخ، صدور فراخ مخليه، ليمون، خل، زيت زيتون، ملح، بابريكا، كمون، توم باودر، في فلفل الوان، كمان بصل، شرايح بصل، في فلفل اسود. وهنعمل طريقه الصوص مع بعض. طريقه الصوص مفيش اسهل منها. تعالوا الاول نبتدي بالفراخ وهي بتستوي نعمل طريقه الصوص. يلا نجيب جلوفز ونقول بسم الله. نبتدي حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير نكتبها اهي من على الشاشه، سهله جدا جدا وبتتحضر في اقل من 10 دقايق. يعني لو احنا قايمين كلنا في مكان رايحين البحر مثلا ومفيش تحضير، او مش قادره اعمل حاجه، او المكان مش مقدم لي اكل، في ثانيه اكون انا عامله الفاهيتا دي في اقل من ثانيه، والبيت كله هيتبسط والشعب كله هيتبسط وكل حاجه. نبتدي نقطع الفراخ شرايح زي ما حضراتكم شايفين. انا جايباها صدور مخليه اهي، صدور مخليه معانا اهي، متقطعه مخليه خالص. احنا دلوقتي في اصعب حر واصعب رطوبه ممكن كمان نشوفها، ف يعني ربنا يعين سيداتنا كلنا يا رب. اي ام واي حد بيقف في المطبخ بيعمل اكل حقيقي بيبقى الموضوع صعب جدا ان هي تقف تحضر اكل في النار اللي احنا فيها دي. فاسهل حاجه ممكن تعمليها ان انت تعملي حاجه سريعه الولاد ياكلوا، وفيها بروتين، فيها الياف، فيها كل حاجه ممكن تتخيليها. اهو بنقطع شرايح زي ما حضراتكم شايفين اهو. ما بتاخدش مننا دقايق اهو. نجيب بقى الطبق بتاعنا اللي هنحط فيه المقادير بتاعتنا. هننزل بالخل، شوية خل صغيرين، وهننزل بالثوم الباودر والبابريكا، فلفل اسود، شوية بهارات فراخ، كمون اهو. انزل كمان بعصير الليمون، انزل كمان بعصير الليمون معانا.
زي ما حضراتكم شايفين الفراخ بتحب دايما الليمون، ليمونه متمرده. الليمونه من الحر مش عايزه تنزل الجوز بتاعها بسهوله اهو. انزل كمان بشويه زيت زيتون وانزل عليهم بالفراخ. اديني اهو قلبت الفراخ كلها تاخد يعني الصوص اللي انا عاملاه اهو. تمام. طبعا احنا ممكن نسيبها عادي جدا ساعة في التلاجة، ساعة ونص، نعملها من بالليل ونسيبها مفيش مشكلة خالص، يعني مش هتعمل اي حاجة تضايقنا، بالعكس ده هتبقى لطيفة جدا. بس انا لو انا سريعة ومش عارفة اعمل اكل ايه وقررت ان انا اعملها، يبقى ايه؟ يبقى يلا بينا دلوقتي نعملها. حطينا نقطة زيت زيتون نعلي بقى النار. نقطة زيت زيتون اهو في الوok. ونبتدي ننزل بايه؟ بالفراخ. انزل بقى بالفراخ، ما اقعدش بقى اقلب فيها اهي، تاخد صدمة معايا دقايق وهنلاقيها خدت صدمة معانا والدنيا بقت زي الفل اهي. عشان احنا لما نقعد نقلب فيها يمين وشمال هتبتدي تفقد العصارة بتاعتها، فهتلاقيها بتمط معانا شوية، لكن لما اسيبها وبعدين اقلب بعد شوية هيبقى الدنيا لطيفة، يعني مش هتكون فقدت، بس تغير لونها واقلبها الناحية التانية. نيجي بقى دلوقتي نعمل الصوص اللي احنا هنعمل بيه الساندوتش. هو صوص خطير وبيدي طعم، ومعظم المطاعم بيستخدموه لان هو سهل قوي. بعمل ايه؟ باخد معلقتين من المايونيز اهو، باخد معلقه من الكاتشب، معظم المطاعم بتعمله، وممكن نحط فيه حتت خيار مخلل متقطعه صغننه يعني. الفاهيتا نحط عليها حبه ملح هنا بقى نحط ايه؟ نحط شويه خل بس عليه. يبقى الصوص بتاعنا ايه هو مقادير الصوص؟ بحط معلقتين مايونيز، معلقه كاتشب، وممكن احط خيار اللي هو البيكلز، الخيار المخلل المتقطع صغير. طيب دلوقتي افرض انا ما عنديش مثلا او عايزاه حامي شويه، ممكن احط اللي هي الشطه اللي بيبقى لونها احمر مع المايونيز. بس انا بشوف عشان لو في اطفال هتاكل ما ينفعش ناكلهم حامي، فعملت المايونيز، حطيت عليه الكاتشب، كمان حطيت معلقه خل. نبتدي بقى نقلب. هي بدأت تطلع ايه؟ بابلز كده زي ما حضراتكم شايفين اهي، ما بتاخدش دقايق معايا، ما بتكملش اهي. قلبتها، نقطعها طبعا كلها سوا واحد عشان ايه؟ عشان تستوي كلها في نفس الوقت زي ما حضراتكم شايفين معانا كده. هي كلها خدت ايه؟ خدت نفس اللون. نار عالية عليها اهي. عملت الصوص. نعمل بقى سندوتشات النهارده خطيرة. اهو زي ما حضراتكم شايفين معانا
هي داخله خلاص في السوا، وهنزود لها شويه ميه. نزود حبه ميه بقى عشان تاخد وقتها. افكار كتير لسندوتشات كتير، ما بنبقاش عارفين نعمل ايه في الاكل في المصيف. الولاد طول الوقت نازلين من البسين وطالعين نازلين البحر وجعانين. مش عارفه اقدم حاجات كبيره، مش قادره اطبخ، انا واخده اجازه. السندوتشات دي مش هتاخد منك كل الافكار اللي انا قلتها، مش هتاخد منك ساعه في ان انت تحضريها، ساعه بالظبط هتلاقي الموضوع خلصان معاكي تماما. عملت لهم الاكل، هتعملي الساندوتش بشكل شهي جدا كانك شارياه من بره. وعلى فكره ممكن تقول لهم ان انت جايباه من بره، مش هيحسوا اساسا، لان الاكل ده بيتعمل في المطاعم، بس طبعا احنا عاملينه في البيت وحاطين لهم خس. واحنا لو جينا جبنا لاولادنا خس او خيار او جرجير لوحده في البيت مش بيرضوا ياكلوه، مع انه في ساندوتش في المطعم بياكلوا الخس والطماطم والخيار وكل حاجه. فدايما اشوف الطريقه الصحيه، بس اشوف برضو طريقه المطاعم اللي هم بيحبوا ياكلوا بيها. تمام اهو. انزل بقى بايه، بشويه ميه اهي، واسيبها بقى تغلي وتاخد وتدي. حاضر. جالي بقى سؤال دلوقتي حلو جدا. ايه هو السؤال؟ ناكل ايه لما نروح البحر او البسين وكمان ما تخنش؟ ايه السناكس المهمه اللي اخدها وانا طالعه من البحر والبسين لما اجوع وما تخنش؟ اهم حاجه عندي 4 حاجات، ان انا اخد اكلات غنيه بالميه. ليه؟ عشان احافظ على رطوبه جسمي. تاني حاجه اشرب ميه كل ساعه، مش بق ميه، كوبايه ميه، عشان احافظ ان جسمي ما يجفش خالص. تالت واهم حاجه عندي هي انه انا اخد اكل فيه بروتين والياف، واكون محضراه من قبليها، سهل ان انا احضره مسبقا واحطه في الفريزر معايا. اخر حاجه اجهز زي كولر كده صغنن معايا او ايس بوكس، احط فيه فواكه مجففه وعصاير فريش بدل من الميه الغازيه. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. عملنا ايه قبل الفاصل؟ عملنا فاهيتا فراخ سهله جدا جدا في تحضيرها، شغاله اهي مع نفسها بتستوي. عملنا الصوص بتاعها او التتبيله بتاعتها سهله جدا، حطينا زيت زيتون، ليمون، خل، ملح، فلفل، بابريكا، كمون، توم باودر، وحطيناها على النار تاخد صدمه يمين وشمال. وبعدين لما خدت الصدمه قلنا ما نقلبش فيها عشان العصاره بتاعتها ما تروحش، حطينا نص كوبايه ميه وسبناها تاخد وتدي، وبعديها بشويه هننزل بالفلفل الالوان. جينا دلوقتي بقى وقلنا هنعمل الساندوتش التاني. الساندوتش التاني بتاعنا هو ايه؟ هو ساندوتش الطعميه بالبطاطس. لا غنى عن الطعميه ولا غنى عن البطاطس. طيب دلوقتي انا اكل طعميه مقليه واكل بطاطس مقليه، يبقى كده مش صحيه. طيب هنعمل ايه بقى في مشكله زي كده؟ يا اما هعمل الطعميه في الاير فراير، يا اما هعمل الطعميه اجيبها الجاهزه نص مقليه. طبعا انا مش هروح هناك اعمل عجين والكلام ده، فبجيب كيس نص مقلي وبحطها في الاير فراير، هي بتستوي، بتنزل حتى كل الزيوت اللي فيها. مش بس كده، كمان البطاطس سهله ان انا اقشرها ورشه زيت وادخلها في الاير فراير او في الفرن. فبالنسبه لي الطعميه شيء سهل جدا، واخد كيس معايا وكيس بطاطس، فالموضوع سهل قوي. عملت ايه؟ طلعت التوست. انا جايبه توست 7 حبات. بصوا التوست معايا عامل ازاي اهو، اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. انا بحب اديله صدمه يمين وشمال عشان يبقى الدنيا معايا تبقى لطيفه يعني. هاجي بقى هنا للطعميه اعمل ايه؟ هعمل الصوص اللي انا حطيته. طب الصوص ده احنا عملناه قبل الهوا، عملنا فيه ايه؟ جبنا معلقه مايونيز، مش معلقه، 3 معالق مايونيز مع معلقه كاتشب مع معلقه خل. يلا بينا، المقادير نزلت. يلا المقادير بتاعه الساندوتش الطعميه نزلت. ايه المقادير بتاعتنا؟ الصوص اللي احنا عملناه، وطماطم، طعميه عاديه او طعميه حمص، وبطاطس، وخس. فكل المكونات بتاعه الساندوتش دي اظن سهله جدا وموجوده في اي بيت. زي ما قلنا كده اهو. اجيب بقى انا شرايح الطماطم اعملها اهو. انا حبيت ان انا انزل بشرايح الطماطم على الايه، على الصوص على طول عشان الطماطم تلزق، يعني الزقها على طول فيه اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. نزلت انا بالايه،
بالطماطم على الساندوتش. تمام. اقلب بس تقليبه كده للفراخ بتاعتي. هي بتغلي والدنيا لطيفه جدا اهي. اعلي النار. اهو تمام. حطيت الطماطم بتاعتي، وبعدين اخلي الخس في الاخر. انزل بالطعميه، 1 2 اهي. الطعميه زي ما حضراتكم شايفين معايا اهي، يعني نص مقليه. انا حطيتها في الاير فراير، بقت زي ما حضراتكم شفتوا كده شكلها لطيف جدا جدا، وما فيهاش زيوت كتير اهي. اهي اضغط عليهم كده، بعدين احط شويه بطاطس. قوليلي. آم، هقول على حاجه طبعا. انا جالي سؤال لطيف جدا، ليه ما كناش عيش بلدي؟ انا جايبه عيش باجات معايا، وجايبه عيش بلدي، وانا بعمل السناكس دي لحد بيعمل دايت، فمش هطلع له عيش بلدي وافرهده. انا عايزه ان انا ادلعه عشان ياكل، يحس ان هو بيعمل خطوه في حياته، ان هو ايه، لا ده انا كنت براحتي فجبت 7 حبات او قمح كامل او شعير او ايا كان، وجايبه عيش باجات اللي هو الكبير اللي هو بناكله في افخم المطاعم، بناكل فيه تركي فجايبه كل الانواع معايا. بس انا حابه ادلع الاطفال، وحابه ادلع الناس اللي عامله دايت. لكن العيش بلدي، ما احنا ممكن نعملها في عيش بلدي، ايه المشكله؟ وكلنا بناكل عيش بلدي. حلو كده. ميرسي. هيبقى على فكره طعمه جميل. على فكره سلطه بابا غنوج هتبقى جباره، هعملها في مره مع الطعميه. هبهرك والله يا كريس، هبهرك بجد. حاضر حاضر. خلاص خلصنا بقى كده. لازم ناخد ايه؟ الياف طبعا، لانه الالياف مهمه تشبعنا. اوكي. انزل بقى ايه بشريحه خس. ايه اجمل من الساندوتش الخطير ده؟ ابني بقى وبنتي هياكلوه، وولاد اختي وبابانا وكل العيله هتاكله، وجدتنا وابقى عامله لهم بقى ان انا مفيش زي اتنين. عملت الصح. بصوا بقى، في اجمل من ساندوتش عامل كده؟ والله ما فيه. بصوا الشكل عامل ازاي. بصوا. طبعا انا عشان اسيطر عليه هروح عامله ايه، حطاه في ورق فويل اهو كده. حطاه في ورق فويل واقفله. ما انا لا، انا بحضر بس قبل ما اروح. يعني انا بحضر الاكل قبل ما اروح، وباخده معايا في بوكس. مش احنا قلنا في قبل ما نطلع من الفاصل، احنا دلوقتي لما نعمل اكل نعمل حسابنا انه الاكل ده لازم يتعمل قبليها بشويه، ممكن يتحط في التلاجة واطلعه. هو ده اللي انا عملته. هنا بقى اللحظه الحاسمه. هي ايه بقى اللحظه الحاسمه؟ وانا بقطع الجمال والحلاوه دي. شفتوا بقى اهو. اهو شفتوا بقى الجمال بتاع الساندوتش شكله عامل ازاي. بصوا اهو. احنا شكلنا ايه، نسينا التوستايه. ما شاء الله ما شاء الله. الساندوتش. بتقولي ايه يا حبيبي؟ ما هو انا جبت التوستر بس نسيت المشترك. والله ما انا عشان كده بعمله في الطاسه. اهو ساندوتش الطعميه مفيش اجمل منه اهو. يعني بصوا، ساندوتش خطير يفتح النفس. يعني نحب ناكل طعميه. شوفوا بقى الانجريدينتس بتاعته كلها عامله ازاي. نيجي بقى للساندوتش التاني، ومعذره
ان انا ما جبتش عيش سوري، هنعمله عادي في التوست، واي طفل برضو بيحبه في التوست. وطبعا نجيب للطفل عيش 7 حبات، ده مهم ليه؟ لانه فيه الياف وهيشبعه. اوكي، نيجي هنا نقلب اهو. اهو نيجي بقى نعمل ايه يا ترى؟ البطاطس مش هنحط لها من الصوص ده، لان البطاطس يا اما مايونيز يا اما ايه، يا اما توميه، وانا الصراحه ما عملتش توميه، فهنستخدم كله. احنا قلنا بنحاول نخلي مامتنا ما تتضايقش وما تفرهدش وكل الكلام ده. طيب نعمل ايه بقى؟ نجيب اهو البطاطس اهو. طبعا في ساندوتش ميكر اوكي، في توستر اوكي، ان انا بس انزل بيه وادي شكل كرانشي كده للعيش. فعرفت اعمل ده اوكي، ما عرفتش اوكي. اهو الموضوع زي ما حضراتكم شايفين. وانزل تاني. طبعا بقى لو في كمان خيار مخلل هيبقى الموضوع لطيف جدا. انزل تاني بايه عشان البطاطس تلزق كده في بعضها؟ قوليلي. تزود الوزن؟ ماشي، مع انها مش موضوعنا، بس انا هقول لك. حاضر عينيا. الايه؟ لا لا، مين هنقول حالا حالا. اول حاجه حاضر، هنقول سناكس تزيد الوزن. ايه السناكس اللي تزيد الوزن؟ طيب كتير. بطاطا بالبشاميل، عصير افوكادو بالمكسرات، زبادي يوناني بالعسل والمكسرات ومعلقه بذور شيا والفواكه. ايه اجمل من كده؟ حاجات خطيره خطيره والله. نطلع ده لانه ايه، خلاص تعب نفسيا كده اهو. سخن. النهارده كرنفال السندوتشات، عشان ما اسمعش ام تقول لي اصل السندوتشات خدت مني. انا او معاكم اهو ما خدتش وقت. وهقفلها. في ساندوتش ميكر مش هحتاج الفويل، مفيش ساندوتش ميكر عادي جدا. هعملها كده اهي اهي وادوس عليها. طبعا بقى ابني عايز كاتشب. بصوا يا جماعه الجمال، بصوا الجمال، في حاجات حلوه كده اهو. اهو يبقى كده دول الايه، اهو. بصوا ادي اول ساندوتشين معانا زي ما حضراتكم شفتوا. اجي بقى هنا بسرعه كده، بسرعه الصاروخ قبل ما نطلع فاصل، نحط ايه؟ حاضر. ننزل بس كده بالفلفل الالوان اهو، فلفل احمر، فلفل اصفر، سريع اهو، فلفل احمر وفلفل اصفر. كمان انزل بشرايح من البصل عشان لما نيجي من الفاصل تبقى الدنيا جاهزه معانا. سريعا كده اهو. وكملت مكونات الفاهيتا بتاعتنا وقلب الدنيا وريحتها خطيره اهي. طيب سؤال سريع، ايه هو السؤال بتاعنا؟ افضل السناكس اللي اخدها وانا في المصيف من غير ما اكل سندوتشات. اول حاجه سلطه جبنه، الجريك سالاد. تاني حاجه سلطه الفراخ اللي هي ايه، اللي هي السيزر سالاد. كمان ممكن سلطه بابا غنوج، بتنجان مشوي مع طحينه مع زيت زيتون وملح وفلفل. في بطاطا، ذره مشويه، بليله، ترمس وحمص، فشار، سموذي ليمون بالنعناع. كمان واحدة زبادي يوناني أو خالي الدسم، معاها فراولة أو كريز مع معلقة عسل ومعلقة بذور شيا. كتير سناكس موجودة. ممكن اخد جبنة قريش مع صوابع فلفل ألوان زي ما أنا قطعتها. اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. فاصل ونواصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. عملنا الفاهيتا خلاص خلصت، عملنا ساندوتشين الطعميه والبطاطس عشان قلنا سناكس مهمه جدا لاولادي وللناس اللي جايه لي في المصيف او لو انا في مكان. وعملنا الفاهيتا وخلصت وطفينا عليها. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل بيض
حاضر حاضر عينيا. طيب دلوقتي احنا لو ما شفناش الحلقه او فتحنا لقينا انه الحلقه في نصها وعايزه اتابع اللي اتعمل، بنوه ان البيجز بتاعتنا موجوده اهي عندنا على الشاشه، نقدر نشوف الحلقه مره واثنين وثلاثه. دي فيسبوك، يوتيوب، في كمان ايه تاني؟ طيب حلو قوي. يبقى هتلاقي الحلقه انا وكل زمايلي هتلاقينا على اليوتيوب وفيسبوك. ممكن تقدر تشوف الحلقه وكمان تفتحها مره واثنين وثلاثه لو ما لحقتناش لايف على اكله لذيذه على نايل لايف. دي صفحاتنا زي ما قلنا. تمام اهو. بصوا بقى هنعمل ايه دلوقتي. البيض، يلا بينا. المقادير نزلت، المقادير بتاعتنا هتنزل دلوقتي على الشاشه. للبيض بالبسطرمه 2 بيضه، شبت، بسطرمه، ملح، فلفل، زيت زيتون، تشيدر، تركي، طماطم، خس، الصوص والتوست. هنزل بقى هنا بشويه ايه، شويه فلفل وشويه ملح زي ما حضراتكم شايفين. وانزل بقطع من البسطرمه هقطعها صغير. ممكن كمان نعمله سجق، ممكن نعمله بلوبيف اهو زي ما حضراتكم شايفين. ادلع بقى الساندوتش وادلع اللي بياكل كده واخليه يحس ان هو ايه، يعني الاكل ده جاي له من بره مخصوص مش انا اللي عاملاه. اهو زي ما حضراتكم شايفين. انزل بشويه من الشبت. حاضر حاضر اهو. نزلنا بالشبت، نزلنا بالبسطرمه، ملح وفلفل. اجي بقى. طيب تعالوا عقبال بس ما التوست ده يتعمل نعمل ساندوتش ايه، ساندوتش الفاهيتا فراخ الخطير الجبار. اهو حطينا الصوص. هاجي هنا انزل بالفاهيتا بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. بصوا الالوان بقى والحاجات الحلوه والجمال كله اهو. انزل بس بالفاهيتا بتاعتي اهي. وانزل عليها بشويه من الخس، مش كتير عشان الساندوتش يقفل. زي ما حضراتكم شايفين. ممكن كمان احط عليها شريحه تشيدر واقفل اهو. البس جلافز. اهو. ما انا حبيت ابقى اوت اوف ذا بوكس. على فكره انا ممكن اطلع لك العيش الباجيت دلوقتي اهو. خلصنا ده. هنزل بده كده سريعا اهو. ده كده التوست بتاعنا اهو مع الفاهيتا. ابتدي ان انا احطه هنا. انزل بقى هنا بشويه زيت زيتون. وانزل بالبيض. عجة البيض بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين اهي.
تمام. انزل بقى بالساندوتش ده. بصوا طبعا لو معانا ساندوتش ميكر، بصوا الجمال، شفتوا الحاجات الحلوه عامله ازاي. نجيب بقى طبق للتقديم اهو. البيض اهو، هحاول ان انا اقلبه. طبعا انا الود ودي بقى اعمل لكم الشقاليب دي، بس انا ايه اخاف ابهدل الدنيا. ماشي. انا بحاول انه ايه يستوي بسرعه. نيجي بقى للتونه سريعا كده. التونه بتاعتي يلا ننزل بمقادير التونه. يلا هننزل بمقادير التونه بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. هناخد معلقه كبيره من المايونيز اهي. هناخد معلقه من المستردة زي ما حضراتكم شايفين معانا. ملح، حطينا مقادير التونه معانا: ملح، مستردة، فلفل، طبعا هي بتحب ايه الكمون فهنحط لها بابريكا، هنحط لها كمون اهو. ملح وفلفل وبابريكا وكمون، كمان رشه من الشبت اهو. زي ما انتم شايفين كده ساندوتش سهل جدا، ابسط من البساطه. انا حاسه ايه البيض كده مش مريحني اهو. قلبته الناحيه الثانيه تمام. ممكن احط لها كمان ليمونه عشان هي بتحب دايما الليمون وبتحب دايما الكمون. زي ما حضراتكم شايفين اهي اتقلبت معانا. انزل بالصوص، معلقه من الصوص الجبار وانزل بالتونه المشبت الفظيعه. ريحه البيض طلعت. يا سلام عليا، جبتوها دي وانا بقلب. اهي انزل بالتونه حالا حالا. يلا اهو ساندوتش التونه زي ما حضراتكم شايفين. هو من جماله انا مش هعمله بالفويل، هسيبه كده جميل اهو. زي ما حضراتكم شايفين شفتوا الجمال اهو. ساندوتش التونه اهو. اكل بقى عليه طماطم، اكل عليه ايا كان بقى خس. نيجي بقى لاخر حاجه معانا البيض. احط الصوص ده. هو البيض احنا عاملينه غني جدا، عايزين نحط مكعب زبده نحط، مفيش مشكله خالص. حاضر هنجاوب السؤال. عينيا اهو. طبعا هو سخن موت اهو زي ما حضراتكم شايفين. وهنزل عليه بشرايح طماطم كده. انا هقطعه ولا اسيبه؟ ايه رايك فيه كده؟ شكله حلو، خليني احطه كده. نحطه هنا على راس المائده. عملنا ايه النهارده بسرعه كده عشان نجاوب على السؤال اللي جاي لنا؟
اول حاجه النهارده عملنا ساندوتش، عملنا ساندوتشات الطعميه بالبطاطس، عملنا ساندوتشات البطاطس السوري مش في عيش سوري، عملنا التونه بالشبت، كمان عملنا عجه البيض، وعملنا فاهيتا فراخ. زي ما حضراتكم شايفين معانا اهو الساندوتشات بتاعتنا غنيه جدا جدا وجميله جدا جدا. الاطفال هياكلوها والكبار هياكلوها ومش هيتخنوا، وكله هيبقى مبسوط قوي في المصيف. اسمه كرنفال الساندوتشات. سؤال جاي لي دلوقتي بيقول لي هو السناكس بتزود الوزن ولا لا؟ بتزود الوزن. طب نعمل ايه عشان ما تزودش وزننا؟ اول حاجه اول ما احس بالجوع اشرب ميه على 3 مرات. لو حسيت ان انا لسه جعانه يبقى لازم اكل. هنا هاكل وجبه غنيه بالالياف والبروتين زي ما احنا عاملين. كمان اميز الكميات وتكون باعتدال وتكون ضمن سعراتي الحراريه. كده احنا هنكون في السيف سايد لما نشرب ميه وناخد وجبه غنيه بالالياف، وكمان اشوف ايه اللي المفروض اكله ضمن سعراتي. مش طول الوقت اقول اصل انا ما اتغديتش وما فطرتش وراحه جايه اكل سناك، هلاقي نفسي جايه من المصيف وزني مليان. تمام كده؟ هختم. ماشي، ميرسي، شكرا ليكم. وكنت معاكم دكتور ليلي عبد الله. انبسطت قوي النهارده بالحلقه واتمنى تكون نالت اعجابكم. اشوفكم في حلقه جايه في برنامج اكله لذيذه.